والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخوكم آدم إبراهيم الشيخ من السودان، مجمع الفقه الإسلامي السوداني. في هذا المؤتمر أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وكلمتي ستأتي في مجال التذكير لما قيل. وأول هذا التذكير هو أن واجب العلماء والدعاة تجاه هذه القضية هو الإدراك التام لمشروعيتها في دين الله سبحانه وتعالى، وأنها جزء من الدين يجب الدفاع عنه. كذلك أيضا لا بد أن نفهم أن الصين تمارس تضليلا كبيرا على العلماء والهيئات العلمانية الرسمية. فالصين تدعو الدول الإسلامية بمسمياتها المختلفة وبمجامعها الفقهية وهيئاتها العلمائية، وتذهب بهم إلى الصين، ولكنها تمارس تضليلا عليهم، فتعطيهم من المعلومات ما هو زائف، وتذهب بهم إلى بعض المؤسسات المسلمة من الصين الداخل، ولا تذهب بهم إلى مسلمي تركستان وغيرها من الشعوب المستضعفة، لتعطي صورة عنها أنها تعامل المسلمين معاملة حسنة، وأنها تسمح بتعدد الأديان، وأنها لا تضطهد أحدا من الناس. وللأسف الشديد هذا تمارسه وما زالت تمارسه مع كثير من الدعوات التي تأتي إلى علماء المسلمين. ونحن في السودان قد غرر بنا بهذه الكيفية للأسف الشديد. دعي عدد من الفقهاء السودانيين وذهبوا إلى الصين، ولما أرادوا أن يتعرفوا على أحوال المسلمين إنما أعطوهم من المسلمين الذين في الداخل، ولم يذهبوا بهم إلى تركستان. والذي أريد أن أقوله أنه للأسف الشديد لما لم تكن عند كثير من الفقهاء الذين ذهبوا إلى الصين خلفية عن قضية تركستان الشرقية، جاءوا وعندهم انطباع أن الصين فعلا تسمح بالإسلام وتسمح بالتدين ولا تؤاخذ أحدا بدينه. وهذا أيضا مما يؤخر هذه القضية ويحتم على جميع العلماء أن يدركوا دورهم الكبير في تبيين هذه الحقائق لإخوانهم من العلماء ومن الدعاء. أعتقد أن الدور الكبير والمهم الآن لاتحاد علماء تركستان الشرقية هو في نشر القضية عبر كافة الوسائط الإعلامية وغيرها. كذلك أيضا لا بد أن تكون هناك شجاعة في عرض القضية في أي برنامج يقدم، وأن لا نستحي من هذه القضية في أي مكان وفي أي محفل دولي أو إقليمي أو محلي أو أيا كان، لنشرح هذه القضية ونبين أبعادها وتفاصيلها للناس. أخيرا، الإحسان والتمكين والتمكن والإبداع في عرض القضية وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية المعروفة مع أهميتها وضروريتها، لكن لا بد من التفكير في خارج الصندوق كما يقولون، ولا بد من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعني عرض الفيديو الصغير الذي قدم عن الأخت في 5 دقائق أنا رفعته على صفحتي، فيها تقريبا 200,000 يتساءلون من هؤلاء وماذا يفعلون وأين هؤلاء في الصين وما هي قضيتهم وما هو دورنا وماذا نحن نفعل نحن كمسلمين. يعني هذا فقط 5 دقائق رفعت على منصة واحدة، فكيف إذا انتشرت وكيف لو رفع كل واحد منا من هؤلاء الجالسين على صفحته الخاصة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لنصرة الدين وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله.